السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة على القناة. حلقة النهاردة من الحلقات اللي أنا بحب أحضر لها وبحب أشرحها، وأتمنى أنتوا كمان تحبوا تسمعوها. ليه؟ لأن بكل بساطة الحلقة دي فيها ميكانيزم حلو تستمتع بيه. أنا أحب أشوف ميكانيزم، مش بس معلومات وخلاص وأعرف معلومات، لأ، أحب أشوف ميكانيزم ونشرح ميكانيزم بسيط مش ميكانيزم معقد، وبالتالي نستمتع بيه. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على initiation elongation، وما اتكلمناش على termination of RNA synthesis in bacteria. لو انتوا فاكرين احنا اخدنا ال initiation قبل كده، وقلنا ال elongation هو ان ال RNA يكمل transcript، وما شرحناش قوي، مش اهو كلمنا الكونتينوس انجيشن وبلا بلا بلا بلا، ما جبناش سيره الترمينيشن، ومحدش قال لي يا محمد احنا ما اتكلمناش على الترمينيشن. طبعا انا قلت اخلي الترمينيشن لوحده في حلقه، لان الحلقه دي الى حد ما دسمه شويه عن الحلقه اللي فاتت اللي انا كنت شايف انها مش مهمه قوي. اولا الترمينيشن يعني توقف النسخ. الترمينيشن يعني توقف النسخ. الثلاث عمليات اللي بيتموا انيشيشن يعني بدء النسخ، elongation يعني استمرار النسخ، termination هو توقف النسخ. الترمينيشن في البكتيريا شويه في تفاصيل حلوه. واولا اللي بيحصل هو ان الدي ان ايه، الار ان ايه بوليميريز بيبقى مكمل في النسخ او في عمليه الالونجيشن لحد ما يلاقي سبيسيفيك نيوكليوتايدز. السبيسيفيك نيوكليوتايدز دي هنا كده بتبقى ترمينيشن سيجنال، تبقى سيجنال واشاره الى انه يتوقف النسخ. طيب الترمينيشن في البكتيريا مهم جدا 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 جدا. هو الترمينيشن عموما مهم، بس في البكتيريا مهم لسبب غريب شويه. هو انه البكتيريا دي يا جماعه سيركولار ار ان ايه كده، تلاقي ان مثلا سيركولار ار ان ايه حجمه صغير جدا، مليء بالجينات، فيه مثلا 4000 جين ولا حاجه، وبالتالي حجم الدي ان ايه صغير وعدد الجينات مور ليس كبير. وهتلاقي مثلا البكتيريا ما فيهاش انترونيك كتير، وهتلاقي ان الجينات بالبلدي كده، بما ان هو اصلا البكتيريا حجمها صغير وشايله معلومات كتيره، فتلاقي الجينات مزنقه على بعضها. ولذلك ال extremely important of termination sequences في البكتيريا جاي من فكره ايه؟ جاي من فكره انه الكلوز او القرب ما بين الاند اوف وان جين، نهايه الجين، والابستريم سيكونس اللي في الجين اللي بعده، تلاقيهم مقربين من بعضهم. بمعنى يا محمد احنا طبعا عارفين يعني ايه ابستريم سيكونس، ها، اللي هو البروموتور. بمعنى تعالوا نتخيل ان ده الدي ان ايه بتاع البكتيريا. تعالوا نتخيل ان ده الدي ان ايه بتاع البكتيريا، وده الجين الاولاني اللي بتعمله ترانسكريبشن. دي منطقه الابستريم اللي هي فيها البروموتور، اهو بروموتور. ودي المنطقه اللي هي هتعملها ترانسكريبت. حلو. ودي منطقه الترمينيشن بتاعه الجين. طيب كمل، مخلصناش. هنا يبدأ الابستريم اريا للجين التاني اللي بعده، وهنا الترانسكريبت اريا بتاع الجين التاني اللي بعده، وهنا الاند اريا بتاعه الجين التاني اللي بعده. لو خد بالك دي الاند اريا بتاعت اول جين اهي، لو ما خدش باله انه في ترمينيشن هيخش على الابستريم اريا بتاعت الجين اللي بعده، وبالتالي هنا بيقول لك ايه؟ close proximity between end of one gene and upstream sequence، اللي هو الجزء بتاع البروموتون في جاره في الجين اللي بعده. فهمنا ليه عمليه الترمينيشن مهمه في البكتيريا؟ مفيش مساحه، يعني احنا عايشين مزنقين في بعض، يعني فاهم؟ فمفيش مجال للخطأ يعني، فهي عمليه مهمه جدا يعني. طيب الجزء الانترستنج قوي في البكتيريا هو انه عمليه الترمينيشن اللي هو الترمينيشن سيكونس بيحصل لها ترانسكريبشن انتو ار ان اي. مش احنا قلنا انها سيجنال؟ دي مجرد سيجنال، بمجرد ما بنشوفها بيتوقف النسخ.
لا، هو نظريا بيتوقف النسخ، ولكن الار ان اي بوليميريز بيقوم واخدها معاه، بياخدها ويقوم موقف النسخ بعدها. يعني مش مجرد ما يشوفها موقف النسخ دايركتلي، لا، هو بيعمل لها ترانسكريبشن هي كمان، ويقوم موقف النسخ بعدها. فهمنا النقطه دي؟ انترودكشن جميله ورائعه، وانا مستمتع جدا بالحلقه دي. طيب ايه تاني؟ قال لك انه في يونيك سيكونس للرايبونيوكليوتايد للترمينيشن اريا او الترمينيشن سيكونس بتاعه البكتيريا، وبما انها بيحصل لها ترانسكريبشن، فهي بيحصل فيها حاجه غريبه جدا، بيحصل لها فولد باك اون اتسلف. فولد باك اون اتسلف يعني ايه فولد باك؟ يعني من الاخر كده الترانسكريبشن بيبقى ماشي ماشي ماشي، ويقوم شايف الجزء بتاع الترمينيشن بيتعمل له ترانسكريبشن وبتلف لفه كده وبينتهي الترانسكريبشن هنا. فالمنطقه دي اللي هي بتاعت الترمينيشن بيحصل لها فولد، بتمسك في نفسها، بتلف على نفسها. وهنفهم ليه دلوقتي، لان ده جزء من الترمينيشن. دي حاجه يونيك جدا جدا في الترمينيشن بتاع البكتيريا، انه اليونيك سيكونس بتاع الرايبونيوكليوتايدز اللي هو في الترمينيشن ريجن بيحصل له فورميشن للترانسكريبت دون، والفورميشن دون بتعمل له فولد، بيلف حوالين نفسه. واللفه دي بنسميها هير بين سكندري ستراكشر. هير بين يعني دبوس شعر، عشان احنا كده عشان كده رسمتها كده. بص عامل زي الدبوس، شايف عامل زي الدبوس. هما بيقولوا دبوس بس يعني anyway انا شايف ان هو جبل يعني. المهم و they are held together بالهيدروجين بونز، يعني هما بيمسكوا في بعض كده بالهيدروجين بونز. تقول لي ليه يا محمد؟ هقول لك، هنشرح في السلايد اللي جاي. اذا النقطه دي هي الانترودكشن بتاع الحلقه كلها بالنسبه لي. اليونيك سيكونس بتاع الرايبونيوكليوتايد في عمليه الترمينيشن في البكتيريا بيتعمل له ترانسكريبشن. اولا مش بيتوقف الترانسكريبشن عنده، لا، هو بيتعمل له ترانسكريبشن، الترمينيشن اريا بيتعمل لها ترانسكريبشن وبتلف حوالين نفسها، بتكون سكندري ستراكشر للار ان اي. تخيل الار ان اي سكندري ستراكشر للار ان اي، والسكندري ستراكشر ده عامل زي الهير بين وبيرتبط ببعضه بهيدروجين بوندز. طيب البكتيريا فيها تو ديفرنت ترانسكريبشن ترمينيشن ميكانيزمز، هو ده اللي احنا جايين نشرحه النهارده. كل ده كانت انترودكشن. في two different transcription mechanisms. تمام؟ الاثنين بيعتمدوا على formation of hair pin structure. احنا لسه شارحينه من شويه. الاثنين بيعتمدوا على formation بتاع الهير بين structure بتاع دبوس الشعر دوت. بيتوقف النسخ بناء على الفورميشن بتاع الهير بين structure دوت. طب احنا عندنا two different mechanisms، هنشرح واحد ولا نشرح الاثنين ولا لا؟ بصراحه هم مش بص مش هقول لك الكلام ده، بس هم اكتر من اتنين. بس anyway احنا هنشرح الاتنين في الحلقه دي، برغم انه يعني ده هياخد مننا وقت ومجهود، ولكن هنشرح الاتنين. اول نوع في الترمينيشن في البكتيريا المعتمد على الهير بين ستراكشر اسمه intrinsic termination او intrinsic termination. معناه ايه بالعربي مش عارف. طيب اولا بنقول ايه؟ بنقول انه تقريبا 80% من الترانسكريبتد بتاعه البكتيريا او بتاعه الايكولاي بتعتمد على الانترنسيك ترمينيشن. يبقى ده مهم جدا، ده نوع ده تقريبا معظم الترانسكريبتس بتاعه البكتيريا او بتاعه الايكولاي بتتم عن طريق هذا الميكانيزم. طب الميكانيزم ده بيتم ازاي يا محمد؟ الترمينيشن دون بيعتمد على السيلف كومبلمنتري جي سي ريتش سيكونسز اللي موجوده في الدي ان ايه. يعني ايه يا محمد؟ اولا لازم اديك انترودكشن، قلتها قبل كده في حلقه الانترودكشن بتاع الشابترز، هو الشابتر بتاع دي ان ايه ستراكشر اند اناليسيس، وكنت قلت لك معلومه قبل كده ان في حاجه اسمها جي سي كونتنت، فاكرها؟ وساعتها قلت لك انه لما بيبقى في جي سي كتير في الدي ان ايه بيبقى صعب ان احنا نفككه عن بعضه، لان هما بيرتبطوا بثلاث روابط. الجي والسي بيرتبطوا بثلاث روابط. احنا عارفين انه اصلا الجي مكمل للسي والسي مكمل للجي، فلما الجي والسي بيشوفوا بعض بيكملوا بعض ويقوموا مكونين الهير بين secondary structure of RNA. فاللي احنا بنشوفه هنا
ده الدي ان ايه بتاعي دبل ستراند. اوكي، الاريا اللي فوق واللي تحت تقريبا زي بعض، ولكن اللي احنا بنعمله ترانسكريبت تحت هنا كده اللي هو الدي ان ايه تمبلت ستراند. طيب تخيل معايا اهو ده اللي هنعمل له ترانسكريبشن، ها المنطقه دي اللي هنعملها ترانسكريبشن. تخيل معايا الجي دي هيتعمل لها ترانسكريبشن بايه؟ تبقى سي. طب السي تعمل لها ترانسكريبشن بايه؟ تبقى جي. طب الجي تعمل لها ترانسكريبشن بايه؟ تبقى سي. طب السي تعمل لها ترانسكريبشن بايه؟ تبقى جي سي جي جي سي اي يو تي اي جي سي سي جي ان unknown سي جي جي سي. قلنا كم مرة جي سي سي؟ كم مرة؟ كتير صح؟ فالمنطقة دي اللي هي اسمها inverted repeats بالترانسكريبت معظمها ل سي جي سي جي سي جي وهكذا. لما يبقى الترانسكريبت ده الترمينيشن سيجنال، الترانسكريبت معظمه جي سي، بيحصل حاجة اللي احنا قلنا عليها من شوية اللي هي inverted repeats، بيتعمل لها formation للهير بين structure اللي هو قلناها عليها في السلايد اللي فاتت، اللي هو قلنا عليه fold back on itself. fold back on itself. فلما يبقى معايا جي سي جي سي جي سي تلاقي ان الجي سي اللي حصل لهم ترانسكريبشن اللي هو في الاريا دي اهو جي اهي اتكون قصادها سي، وادي سي اتكون قصادها جي، وادي سي اتكون قصادها جي، وادي جي اتكون قصادها سي، وادي سي اتكون قصادها جي، وادي جي اتكون قصادها سي. المنطقة دي بتعمل لها ترانسكريبشن وتبدأ انها تعمل فولد للسكندري ستراكشر للار ان اي، ويمسكوا هما الاثنين في بعضهم ويكونوا الجي سي ريتش. جي سي ريتش هير بين دون بيتبعوا في السيكونس بتاعي بولي اي، والبولي اي ده لما هيجي تعملها ترانسكريبت ركز معايا هيبقى يو 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 يو. يبقى نقرا بقى الكلام هنا. انا عندي الانترنسيك او انترنسيك ترمينيشن ده بيعتمد على السيلف كومبلمنتري جي سي ريتش سيكونسز اللي هي لما يتعمل لها ترانسكريبشن هتبدا تلف حوالين نفسها او ترتبط ببعضها وتكون لي الهير بين ستراكشر. هذا الهير بين ستراكشر يتبعه عديد اليوراسيل سترينج اوف يوراسيل، ولما نيجي نشوف هنا كده نلاقي ايه؟ ده الترانسكريبت بتاعي اهو، ده الترانسكريبت بتاعي. ناخد لون كمان، ده الجي سي كونتنت اللي مرتبطين ببعضهم. ناخد لون اخير، ده اليوراسيل اللي هو بيفولو الجي سي هير بين ستراكشر. ده المضمون، ده اللي انا شايفه قدامي لحد دلوقتي. طب ماذا بعد يا محمد؟ ده اتكون خلاص، فهمنا اتكون ازاي وليه وما اعرفش ايه حلو قوي. الجي سي ريتش هير بين اللي احنا كونت من شويه دي بتعمل ستوب او بتخلي الار ان اي بوليمريز يستوب ويوقف عمليه الترانسكريبشن، وبيستوب بعدها الترانسكريبشن بتاع اليوراسيل. يبقى هو بيعمل الهير بين، والهير بين لما بتتكون تحس ان في حاجه غريبه حصلت، تحس ان الهير بين دي وقفت في النص كده زي وراحت موقفه الترانسكريبشن، ووقفت الترانسكريبشن بتاع اليوراسيل برضو، وهنا الترانسكريبشن وقف. ولكن خد بالك من النقطه دي، الار ان اي لسه ماسك في الدي ان اي والانزيم. تاني، الترانسكريبشن وقف ولكن الار ان اي لسه ماسك في الدي ان اي اللي هي المنطقه دي. تعالى اوريك، تعالى اوريك اهو دي ان ايه لسه ماسك اهو، اهو لسه ماسك. طب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اليو بيزس تتوقع اليو بيزس دي ماسكه في ايه تحت في الدي ان ايه؟ ادي اليو بتاعت الار ان ايه تبقى ماسكه في ايه تحت في الدي ان ايه؟ تبقى ماسكه في الاي.
صح؟ عشان هي اصلا ترانسكريبتد من الاي اللي هو هنا ده البولي اي اللي انا قلته عليه ده. طيب ايه ماسكه في اليو يو 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 يو. الانتراكشن ما بين اليو والاي ويك على عكس الجي والسي. فاكرين؟ الجي والسي ماسكين في بعض قوي لان في 3 هيدروجين بوند ماسكين في بعض قوي، 3 هيدروجين بوند. ولكن اليو والاي ضعاف يا عيني، هم اصلا على الحافه والانتراكشن بتاعهم ضعيف لان هم ماسكين ب 2 هيدروجين بوندز. وبالتالي ده يؤدي this leads to dissociation of RNA polymerase and the transcript is released. بيفك ال RNA polymerase والترانسكريبت ينتهي لان انا عندي يو 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 اي عددهم كبير، وده الارتباط بتاعهم ضعيف. وبالتالي الارتباط ضعيف وعددهم كبير يفك ال RNA polymerase وتنطلق اخيرا عمليه الترانسكريبشن وينطلق جزيء ال RNA من جزيء DNA ويشوف بقى حاله بعد كده هيروح فين وهيعمل ايه. هلخص عشان انا عندي صفه بتحصل انه ال RNA بيتعمل له سيلف كومبلمنتري جي سي سيكونس، بيكون لي حاجه اسمها هير بين ستراكشر. ده سكندري ستراكشر للار ان اي. اول مره على فكره نشرح حاجه زي كده، واول مره نقول كلمه سكندري ستراكشر اوف ار ان اي. خد بالك الهير بين ده لما اتكون خلى الجي والسي ماسكين في بعض بقوه، وبعده كان في يو. لما يبقى في مكان ماسك بقوه ومكانه بعده بضعف، فيقوم المكان اللي بعده اليو والاي اللي هم ماسكين في بعض بطريقه ضعيفه جدا يخلوا الترانسكريبت يفك من الدي ان اي ويوقفوا الار ان اي بوليمريز من العمل وتحصل عمليه الترمينيشن ويتوقف النسخ. كل ده نابع من اللي انا قلته هنا، وخليني اعيده تاني عليكم عشان تبقى الحياه بسيطه. Unique sequence of ribonucleotide in this termination region بيحصل عن طريق الفولد باك اون اتسيلف. الترانسكريبت بيفولد باك تو اتسيلف، الترانسكريبت يمسك في نفسه مره ثانيه. تمام؟ وبيكون حاجه اسمها هير بين سكندري ستراكشر اللي احنا قلنا عليها اللي هي دي. تمام؟ وده بيبقوا ماسكين بعض بهيدروجين بونز. طبعا هيدروجين بوند الجي والسي يبقوا 3. الجي والسي يبقوا 3 هيدروجين بوند. وقلنا انه في 2 different transcription termination mechanisms ودول بيبقوا معتمدين على الهير بين ستراكشر. كله كان معتمد على الانترودكشن بتاعه السلايد دي بتاعه الهير بين ستراكشر. انا كده خلصت الانترنسيك او الانترنسيك ترمينيشن. الميكانيزم اللي بعده معتمد على نفس الفكره بتاعه الهير بين، فالمتوقع ان هو يكون اسهل. صلي بينا على النبي. النوع الثاني من الترمينيشن في البكتيريا، واديك عرفت هو انا ليه سبت الحلقه دي لوحدها ما دخلتهاش في الحلقه اللي فاتت لان الحلقه اللي فاتت كانت سهله. النوع الثاني اسمه RHO termination. اولا فيرست اوف اول النوع دون بيعتمد عليه تقريبا 20% من الترانسكريبتس اللي موجوده في البكتيريا. بما انه الاولاني 80 فده غالبا 20 من الترانسكريبتس بتاعت الجين بتاعت الايكولاي. الموضوع بسيط، الميكانيزم معتمد على فاكتور. فاكرين العامل سيجما فاكتور؟ فاكرين سيجما فاكتور اللي هو خدناه في الحلقات اللي فاتت؟ ده برضو فاكتور تاني مكون من الفاكتور دون اسمه RHO او بيرمز ليه بR. تمام؟ و بيتعامل او بيساعدوا الهير بين ستراكشر بتاع السكندري ستراكشر بتاع الار ان اي. واحنا عندنا الفاكتور دون عباره عن هيكساميريك بروتين، يعني بروتين مكون من 6 يعني بروتينات. تمام؟ هو عباره عن بروتين مكون من 6 قطع. تمام؟ والميزه الوحيده او هو ده اللي انا عايز اقوله، الميزه الوحيده في البروتين دون هو ان هو عنده هيليكيز اكتيفيتي. فاكرين يعني ايه هيليكيز يا جماعه؟ مين فاكر يعني ايه هيليكيز؟ مين فاكر الهيليكيز؟ مين فاكر في الشابتر بتاع الدي ان ايه ريبليكيشن لما شرحنا ان الهيليكيز هدفه ان هو يجي هنا عند المنطقه دي ويقوم فاتح
الدي ان ايه عشان يتعمل له ريبليكيشن، ويقوم مقطع فيه الهيدروجين بوندز اللي هنا، ويقوم فاتح الدي ان ايه عشان الدي ان ايه يبقى شكله عامل كده، ويتعمل له ريبليكيشن كده. فاكرين الهيليكيز دون هدفه كان يعمل ديسوسيشن بتاع من الار ان اي سكندري ستراكشر اللي هو مرتبط بالدي ان اي او الار ان اي انتر اكشن. يبقى هو الهدف منه ان هو يخلي الدي ان اي يتفكك من الار ان اي، او الار ان اي يتفكك من الدي ان اي ويحصل له ديسوسيشن. يبقى ده ميكانيزم تاني معتمد على ان البروتين دون اللي هو اسمه ار اتش او او ار فاكتور، ان هو بيشتغل از هيليكيز اكتيفيتي بروتين، ويقوم فاكك ارتباط الدي ان ايه من الار ان ايه او الار ان ايه من الدي ان ايه، ويقوم عامل ريليز للترانسكريبت بتاعي. ازاي هذا البروتين بيشتغل عزيزي المستمع؟ عشان انت مش شايفني يعني، فانت مش مشاهد. اول حاجه الار فاكتور دون او الار اتش او دون بيمسك في سبيسيفيك سيكونس في الترانسكريبت، مش في الدي ان ايه. تاني بيمسك في سبيسيفيك سيكونس في الترانسكريبت بتاع الار ان ايه، ملوش علاقه بالدي ان ايه هو خالص لحد دلوقتي، ولحد دلوقتي ماسك في الار ان ايه ترانسكريبت معين. الار ان ايه دون اسمه ار اتش او يوتيلايزيشن سايت، رات، سميه زي ما تسميه، ده سيكونس معين اهو اسمه رات، وبمجرد ما هذا السيكونس بيتعمل له ترانسكريبت as soon as it transcripts بيقوم ماسك فيه. شكرا. فين الكلام ده يا محمد على الصوره؟ اهو اهو هو مسك في الترانسكريبت بتاع الار ان اي في المنطقه دي، سبيسيفيك ترانسكريبت مش اي ترانسكريبت، سبيسيفيك سيكونس، اسف مش اي سيكونس. ماذا بعد؟ بعد كده بيتحرك في اتجاه 3 بعد الار ان اي بوليمريز. شايفين الموفمنت اللي بيتعمل، السهم اللي بالاسود ده اهو بيتحرك كده 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 كده، او مش عارف هو بيمشي ازاي بصراحه، بس بيتحرك لحد ما يوصل هنا في هذا الاتجاه. حلو. بعد كده لما الار ان اي بوليمريز يكون الهير بين او دبوس الشعر دون، تمام؟ لان الهير بين ده هو الترمينيشن سيكونس. بمجرد ما الار ان اي بوليمريز يكون الترمينيشن او يكون الهير بين ستراكشر سكندري ستراكشر في ار ان اي، بيتوقف عن عمليه النسخ. يبقى احنا تاني بنأكد الهير بين مسؤوله عن توقف النسخ، ولكنها غير مسؤوله عن الريليز بتاع الار ان اي ترانسكريبت، عن انطلاق الار ان اي ترانسكريبت او تفكك الار ان اي ترانسكريبت من الدي ان اي. اذا بمجرد النسخ يتوقف، يقوم الار اتش او بيكاتش اب، بيمسك بقى هنا كده اهو. تعالى شوف بقى في الصوره دي كده اهو. طيب دلوقتي الوضع عامل ازاي يا شباب؟ دلوقتي الوضع انه ادي الترانسكريبت بتاع الار ان اي، وادي الترانسكريبت بتاع الدي ان اي تحت اهو، تمام؟ ماسك فيهم الار اتش او فاكتور. طيب والنسخ كده كده توقف، النسخ كده كده توقف، ولكن ماذا بعد؟ عايزين احنا هدفنا دلوقتي نفك الار ان اي من الدي ان اي. مين اللي هيحل الموضوع دون؟ اللي انا قلته من شويه، هذا الانزيم او هذا البروتين اللي اسمه ار اتش او عنده هيليكيز اكتيفيتي. يعني ايه؟ يعني هيقوم مكسر الهيدروجين بوندز اللي هنا دي ويفك الار ان اي من الدي ان اي وتنتهي عمليه النسخ اهو. ار اتش اي موفز ثرو او بيموف خلال الهير بين with RNA helicase activity and then بيعمل dissociation of RNA polymerase by breaking the hydrogen bonds زي ما كان بيشتغل زمان لما شرحنا في الدي ان اي ريبليكيشن، وبيفكك الهيدروجين بونز بتاعه الدي ان اي دبل هيليكس عشان يخليه اكسسبل لعمليه الريبليكيشن. هو هنا برضو بيعمل نفس الكلام وبيقوم بريكنج للهيدروجين بونز between DNA template and the transcripts، وجزيء الترانسكريبت بتاع الار ان اي ريليزد بعد ما يتفكك من
الدي ان ايه، وبتنتهي عمليه الترمينيشن يوزنج الار اتش او ترمينيشن. وبتنتهي الحلقه اللي انا عارف ان انا طولت فيها، ولكن اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالميكانيزم دون، واستمتعتوا بحاجه حلوه جدا بتحصل في الخليه. الحلقات اللي جايه المفروض اللهم قويني ان انا اشرح حاجات مور كومبلكس في الايكاريوتيك. الترانسكريبت والحاجات دي كلها هتتشرح في الايوكاريوتيك، لان هي مور كومبلكس زي بروكاريوتيك. احنا شرحنا معظم الحاجات اللي هنا دي، عمالين نقول ايه؟ بكتيريا 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 بكتيريا، تمام، و بكتيريا. فاللي جاي ان شاء الله المفروض ان هو يبقى مور كومبلكس عن الايوكاريوتيك. شكرا، اشوفكم الحلقه الجايه، وسلام عليكم.